بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. جيت نطلع لكم اليوم فيديو جديد وموضوع جديد، وأكيد الموضوع مهم يفيدنا في حياتنا كامل كنساء، ونتعلموا فيه أشياء جديدة تخلي حياتنا أفضل. الموضوع هو الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. نعرفوا وش هو الذكاء العاطفي وش هو الذكاء الاجتماعي، الفرق بيناتهم، وكيفية اكتساب الذكاء العاطفي وكيفية اكتساب الذكاء الاجتماعي. كامل هذه المعلومات القيمة والمفيدة راح نشاركهم معاكم في الفيديو نتاع اليوم. نتمنى تشوفوه للأخير، وما تنساوش ديروا لي جيم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ويلا نبداو في موضوعنا. الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي من أكثر الحوايج اللي يقدروا يبدلوا حياة المرأة المتزوجة، لأنه في هذا الوقت اللي رانا عايشين فيه ما لازمش المرأة تكون شاطرة غير في الطبخ والتنظيف والتربية لازم تكون ذكية عاطفيا واجتماعيا، لأنه هذا الزوج مهارات هما اللي يخليوك تعيشي مرتاحة نفسيا وتعرفي تتعاملي مع الناس وتتفادي بزاف مشاكل. الذكاء العاطفي معناه تعرفي تفهمي مشاعرك وتتحكمي فيهم. الإنسان عنده مجموعة كبيرة من المشاعر، عنده الفرح، الحزن، الغضب، الحب، الكره إلى آخره. هذه المشاعر والمواقف اللي يصراو لنا في حياتنا هما اللي ينوضوا في داخلنا هذا الشعور، يعني أحد هذه المشاعر. وهنا يجي الذكاء العاطفي، يعني كي يصرى الموقف هذا ما تحكميش فيه، كي تحسي بالشعور هذا ثاني ما تحكميش فيها، لأنه شعور تلقائي يجي وحده، وين تتحكمي في ردة فعلك. هنا الذكاء تفهمي الشعور اللي راكي حاسه به وتتحكمي فيه من خلال تحكمك في ردة فعلك. نعطيكم مثال، مجرد مثال باش تفهموا تعريف تاعي للذكاء العاطفي. مثلا كنتي قاعده انت وزوجك وعزوجتك بغات دير لك مشكل بينك وبين زوجك، قالت لك حاجه باش تستفزك وتردي عليها بكلام مش مليح وتشعل بينك وبين زوجك، لانه اكيد زوجك راح يدافع على امه. هنا انت كي ما تكونش عندك الذكاء العاطفي، بمجرد ما تقول لك عزوجتك كلام مستفز تبداي يعني تقولي لها كلام مش مليح ويصرى المشكل بينك بين زوجك ويصرى سيناريو كيما حكيته لك بالتفصيل. اما كي يكون عندك ذكاء عاطفي، يصرى الموقف تقول لك كلام يستفزك، تسمعيه، تحسي بشعور الغضب بصح تتحكمي فيه. هنا واش معناتها تحكمي فيه؟ معناتها تسكتي وتعطي وقت لروحك باش تفكري، يعني ما تجاوبيش بمشاعرك، تتحكمي في مشاعرك وما تخليش مشاعرك هما اللي يتحكموا فيك، تجاوبيها بمخك بذكائك، تقولي في داخلك هي علاش قالت لي هكا، وفي هذا الوقت بالذات وش الغاية تاعها. كي تتحكمي في مشاعرك هذا ذكاء عاطفي، وكي تعرفي الغاية نتاعها هذا هو الذكاء الاجتماعي. تفكري جيدا تلقي بلي الغاية نتاعها الوحيدة انه دير مشكل بينك وبين زوجك، واكيد ماكش راح توصليها للغاية تاعها. ديري ردة فعل معاكسة تماما لشعور الغضب اللي داخلك، معاكسة لواش راهي تستناه هي يصرى. هي قالت لك كلام يستفزك، تبتسمي وتقولي لها يخا عليك عزوجتي، عم بالي بلي الهضره هذه ماشي من قلبك، ومتاكده بلي انت تحبيني وحتى انا نموت عليك. عم بالك هنا تتشوكه في حياتها. يعني كل انسان يدير لك موقف باش يخرج اسوأ ما فيك ويبين قدام الناس بلي انت انسانه ماكيش مليحه، انت خرجي له احسن نسخه منك صاي، فما يوليو ما يقدرولكش ويرفعوا لك القبعه ويستسلموا قدامك، وواحد ما يزيد يستفزك بالكلام. كاين ناس اخرين اللي تتحكم فيهم مشاعر الحب، يعني كي يحبوا انسان درجه كبيره يوليو ما يخموش، مخهم ما يستعملوهش نهائيا. المشاعر الحب هذوك هما اللي يمشيوهم، حتى اذا كان هذا الانسان يحبهم يولي يكره منهم ويبعد عليهم، لانه يحسهم لاصقين فيه وما عندهمش شخصيه وثقال، يعني يثقلوا عليه من كثر الحب تاعهم، هما اللي قاعد يتحكم فيهم. سما هنايا حتى المشاعر الحب كي تتحكم في الانسان راح تخلي الانسان هذاك اللي راك تحبه ينفر منك. وكاين ناس تتحكم فيهم مشاعر الغضب، اذا جاء موقف واستفزهم يريبوا الدنيا كامل، الشيء اللي بناوه كامل يهدموه في لحظه غضب. يعني وموقف بسيط قاعد ما يتحكموش في مشاعرهم يخسروا بزاف حوايج كانوا يقدروا يتفاداو هذيك الخساره الكبيره.
ودوكا كيف فهمنا واش معناتها الذكاء العاطفي؟ قلنا هو انك تفهمي مشاعرك وتتحكمي فيهم من خلال تحكمك في ردات فعلك. في ردة الفعل تكون بذكاء وليس بالمشاعر. ودوكا نعرفوا واش معناتها الذكاء الاجتماعي. ذكرناه في المثال السابق، قلنا باللي كي تفهمي مشاعرك وتتحكمي فيها هذا ذكاء عاطفي، كي تفهمي الغاية من تصرفات الناس هذا ذكاء اجتماعي. كما ذكرنا في المثال السابق، وهو انك تفهمي مشاعر الناس والغاية من تصرفاتهم، يعني وين يحبوا يوصلوا بتصرفاتهم، وتعاملي كل انسان بواش يخرج عليه. كل انسان في هذه الدنيا عنده الكود تاعو باش تكون العلاقة بيناتكم على الأقل نقدروا نقولوا مستقرة ما فيهاش مشاكل. مثلا كاين أزواج ولا يكون زوجك أحد، يعني قد يكون زوجك ولا مش شرط، يعني ما تنطبقش القاعدة على كامل الناس. مهم كاين أزواج الكود نتاعو الاحترام، التقدير، الحب، العطاء. يعني المرأة كي تعطيله هذه 4 أشياء تكسب زوجها. كاين مثلا بعض الاباء الكود نتاعو انه يلقى بنته محترمه، لباسها محترم، تقرا مليح، ناس يشكروها لبرا، يقولوا له تبارك الله على بنتك ولا ما شاء الله على بنتك. يعني بهذه الحوايج تكسبي الاب نتاعك. مثلا كاين بعض الامهات تكسبيهم، يعني كي تعاونيها في الشغل تاع الدار، كي تعاونيها تهزي عليها شويه المسؤوليه تاع خاوتك، بهذه الطريقه تكسبي امك. مثلا عزوجتك مثلا ما تبيني لهاش حب تاع زوجك ليك، ما تبيني لها بلي بنها يحبها، بلي بنها يحب يشري لها، ما تبيني لهاش نقطة ضعفك. بهذه الطريقة تكسبي زوجتك. هذا مجرد أمثلة باش نفهمك باللي كل إنسان في الدنيا هذه عنده الكود نتاعو. لازم يكون عندك الذكاء الاجتماعي تعرفي الكود تاع كل إنسان. شيخك ما تعمليش كيما سلفتك، ما تعمليهاش كيما أختك. كل إنسان تعمليه بالشيء اللي يستاهله واللي يخرج عليه. معناتها الذكاء الاجتماعي تعاملي كل واحد بالطريقة اللي يستاهلها، وما تخلي لهم حتى مجال باش يأذيوك ولا يديرولك مشاكل. دركا حبيباتي باش تقدروا تستوعبوا هذه المعلومات، يعني شرحت لكم واش معناتها الذكاء العاطفي هو تفهمي مشاعرك وتتحكمي فيها وتتحكمي في ردة فعلك. والذكاء الاجتماعي هو انك تفهمي الغايه نتاع الناس والكود اللي تمشيه معاهم باش تكسبيهم، نقدروا نقولوا لا تتفادي المشاكل معاهم. وهما الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي بيناتهم فرق كبير اكيد، بصح هما يكملوا بعضهم، يعني يمشيوا مع بعضهم. كما في المثال كي تاع زوجتك اللي حابه تستفزك بالكلام، مشاو مع بعضهم. كان ذكاء عاطفي انك تحكمتي في مشاعر الغضب، وكان ذكاء اجتماعي انك عرفتي الغايه نتاعها السيئه وما وصلتيهاش للغايه نتاعها. ليها قلنا بلي يمشيو مع بعضهم. وقلنا لانه الفيديو طويل وفيه بزاف معلومات، مازلنا حنديروا الفرق بيناتهم باش ترسخ لكم المعلومه اكثر، ونديروا طرق اكتساب الذكاء العاطفي وطرق اكتساب الذكاء الاجتماعي. هذو حنديروهم في فيديو اخر وحده باش ما يجيش الفيديو بزاف طويل، وباش تستوعبوا معايا المعلومات وتطبقوهم في حياتكم. قلنا باش ندخلوا مليح هذو المعلومات في مخكم، راح نمدهم لكم بشويه بشويه، ما يكونش الفيديو طويل. وهذا الموضوع والله العظيم بزاف مهم، اذا طبقناه في حياتنا راح تتبدل 180 درجه. انا عندي سنوات من اللي سمعتوا على موضوع الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي وتعمقت فيه، وبديت نطبق في بعض الاشياء فيه في حياتي، ولاحظت تغير كبير في حياتي وفي شخصيتي، تغير كبير في نمط حياتي، في حياتي الاجتماعيه، في علاقتي مع زوجي. كل شيء في حياتي بدا يتبدل للأحسن. ودليل على هذا انه وقاعد نحبكم بزاف، حبيت نشارك معاكم هذه المعلومات القيمه باش حتى انتم تستفادوا وتحسنوا حياتكم. هذا الفيديو هو مجرد الجزء الاول كما قلنا، مازال الجزء الثاني اللي نديروا فيه الجزء القادم ان شاء الله. الفيديو القادم نكملوا فيه الجزء الثاني، نحكيو فيه على الفرق بين الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي، ونحكيو أكثر على طرق اكتساب الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. إن شاء الله تستوعبوهم معايا مليح ونوليو كامل نطبقوهم في حياتنا. وهنا الفيديو نتاعنا يكون راح يكمل. استنوني في الفيديو الجاي إن شاء الله الجزء الثاني باش نكملوا الموضوع نتاعنا وتبداو تخدموا به. وما تنساوش ديروا لي جيم وتشتركوا في القناة،
وتشاركوا الفيديو مع الناس العزاز عليكم باش يستفادوا وعائلتنا تكبر. خليوا لي آراءكم في التعليقات في هذا بخصوص هذا الموضوع، ولا خليوا لي اي موضوع حابين نحكيو فيه باش نشاركوا معاكم. اكيد رايكم يهمني بزاف بزاف. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في امان الله وحفظه.